السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسوش تدعوا الأم وأبويا بالرحمة، ربنا يرحمهم ويرحم أموات المسلمين. حبيبتي، لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى، النهاردة عايزة اللايكات كتير 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 على الفيديو ده لاني تعبت فيه بجد. فالمهم تحطوا لي لايكات كتير 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 وكومنتات حلوة وتقولوا لي ايه رأيكم. النهاردة ان شاء الله هعمل تجديدات في الأوضة دي. تجديدات رمضان، ومعها برضو تنظيفات الشتاء، تنظيفات قصدي رمضان. بالمرة يعني بما ان كده كده هشيل تحت السرير وكده، فهنضف تنظيفات رمضان بالمرة. فالمهم شلت الملاية وشلت الفرش وهكنس كده الأرضية بس مع نفسي. وبعدين بقى هشيل المرتبة والحاجات اللي تحت السرير. علشان ايه؟ هندهن السرير. انا كنت كان جوزي ما يعرفش ان انا رايحه ادهن. لا، ده هي خلاص طلعت في دماغي كده ان انا ادهن السرير. فقلت لا، هدهن السرير كده وهشوف كده النتيجة. يعني هنشوفها مع بعض. هو انا لسه لحد الان ما فرشتش يعني. فانا بصراحة متحمسة متحمسة متحمسة. انتوا متحمسين زيي؟ والله يا بنات، اقل حاجة يعني اللهم لك الحمد بتفرحني وبكون مبسوطة طالما انا عاملة تغيير في البيت، لاني انا كائن بيتوتي. فبحب قعدة البيت، يعني ما بحبش اخرج كتير. يعني عندي استعداد اقعد بالاسبوع بالاتنين في البيت منزلش طالما الحاجة عندي. فعلشان كده بحب اغير وبحب اجدد علشان ما ازهقش من المكان، ما ملش من المكان. وبعدين التغيير مطلوب، يعني التغيير حلو. فالمهم شلت المرتبة وكنت بحط السجاد اللي انا مش محتاجاه او في الصيف بحطه تحت المرتبة عشان ما ياخدش مكان وكده. وكنت حاطه كرتون برضو علشان المرتبة ما تدخلش بين الملل. فالمهم شلت بقى الحاجات دي كلها وشلت الملل وشلت الحاجات اللي تحت السرير وكنست كده علشان نعمل على نظافة. فالمهم مش عايزة البلاط يتبهدل معاكي، هاتي مشمع عندك او شكارة، اي حاجة اي حاجة مش بتستعمليها. انا كان عندي المشمع ده مقطوع فروحت فردته وقلت اما اعمل عليه تمام عشان الارض ما تتبهدلش. المهم جبت رولتي وجبت فرشتي ودي ده اسمه لاكيه ابيض لامع. تمام. انا هعمله بس هعمل بيه للوش التاني لان انا كان عندي شوية. فقلت هعمل بيهم الوش الاولاني علشان هو السرير لونه اسود. فانت المفروض ما تخففيهوش، يعني ما يبقاش خفيف قوي اللي هو يبقى سايل منك، لا، علشان يدي معاكي كفر لل... للحاجة السوداء اللي انت هتدهنيها علشان الاسود ما يبانش بعد كده. فالمهم لو انت عندك مثلا خربشة او حاجة متبهدلة في السرير، الاول اعمليها معجون وبعد المعجون ما ينشف صنفريها وبعد كده اديها الوش الاولاني. يعني اي حاجة عندك متبهدلة في السرير، خربوش كذا كذا اي حاجة يعني اعمليها، لازم تتعمل معجون الاول وبعدين تتصنفر اللي هي تبقى ناعمة كده وتبقى متساوية مع السرير او مع الدولاب او مع اللي انت هتعمليه او مع الترابيزة. وبعدين تروحي دهنها الوش الاول وبعدين بعد كده تديها الوش التاني. فانا اللهم لك الحمد يعني السرير كان حلو. هو اي نعم السرير موديل قديم شوية بس شغال. فالمهم اللاكيه ده انا ما خففتوش غير حبة صغيرين جدا 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 علشان اللون الاسود ما يبانش، علشان يبقى تقيل واللون الاسود ما يبانش يديله كفر كده حلو. فالمهم كنت حاطه المشمع ده اي حاجه الاول ما كنتش بعمل ما عملتش بالرولة. حسيت ان الفرشه لا يعني سهله كده وسلسه معايا، يعني بتمشي بسرعه غير الرولة. الرولة عايزه ايه؟ يعني عايزه مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ظرف الدولاب، حاجه كده يكون فيها الطول. انما الحاجات دي اللي هي اللي فيها زوايا دي لا، عايزه فرشه.
فالفرشة حسيتها معايا حلوة اكتر يعني. ولو انت عندك حساسية البسي جوانتي الاول، علشان بس لما تيجي لو اللاكيه عمل في ايدك ما تعملهوش بالنفط، بالتنر. وانتي هتخففيه بشوية نفط صغيرين، يعني حبة صغيرين جدا علشان يعمل معاكي كفر. تمام. فالمهم كنت اللي في البداية خالص لبست الجوانتي وعملت بيه مرتحتش، قلت لا يبقى خلاص، رحت ماسكه الفرشة، والفرشة دي كانت عندي قديمة على فكرة، يعني ما استعملتش الجديدة. الجديدة هستعملها في الوش التاني، لان دي كان نشف فيها اللاكيه واتبهدلت، يعني مش هتنفع. فالمهم هنا كنت عملت الوش الاولاني للسرير. وبالنسبة لفخد السرير ده، لا انا ده خليته للاخر عشان ده بحرك منه السرير، يعني قلت بعد ما ادي الوش التاني فانا هبقى ادهنه، هو كده كده هيكون تحت المرتبة فمش هيبان، بس علشان ده انا بحرك منه السرير، لان التاني لسه هيلزق في ايدك، لازم ينشف الاول. وبعد ما تدهني الوش الاولاني تسيبيه ينشف، وبعد كده تروحي عامله الوش التاني. فالمهم هنا قلت اما ادهن العسكري ده بالمره عشان يبقى تبع الاوضه، يعني هو ده اساسا كان تبع اوضه النوم، بس انا حطيته كده جنب السرير وقلت اما ادهنه يعني. فكنت حاطه فيه الطرح بتاعتي، وهنا كنت حاطه المفارش اللي استخدامي عليها قليل، لان الدولاب عندي مش مكفي حاجات ان شاء الله، على بال ما اجيب دولاب او اجيب اوضه كامله ان شاء الله، فكنت حاطه فيه المفارش. فالمهم لقيت عليه تراب، امسحيه الاول قبل ما تدهنيه، امسحيه الاول ودهني بقى. وزي ما قلت لك لو في اي حاجه لا عايزه تتعمل معجون اعمليها الاول وصنفريها، تبقى ناعمه كده، تبقى متساويه مع الحاجه اللي انتي هتعمليها. فالمهم خلاص شلت الحاجات كل اللي فيها، وقلت اما ايه ادهنه احطه على المشمع عشان الارض ما تتبهدلش، والارض لو اتبهدلت معاكي اعمليها بتنر. فبصوا هنا حطيت حبة نفط صغيرين خالص عشان عايزاه تقيل، فحطيت حبة صغيرين خالص، وبأي خشبة كده وتقلبي، بأي خشبة، اي معلقة خشب عندك مكسورة، اي حاجة تقلبي بيها. فانا كان عندي الخشبة دي فروحت مقلبة بيها. لما رحت اشتري اللاكيه ده، فبقول للراجل هو بيصفر بعد فترة، راح قال لي خديه لاكيه ابيض لامع، لاكيه ابيض لامع. المهم كان دول عندي الوانهم مش قد كده، قلت لا ندهنهم بقى، احنا عايزين ندهن كل حاجة كله عايزين ابيض في ابيض. فالمهم دهنتهم، بس مش هدهن الجزء اللي تحت ده علشان هسيبهم ينشفوا، يعني عايزين نوحد كل الالوان، مش كل حاجة تبقى لون، لا يعني عشان حتى تبقى مريحة لعينك. فالمهم كان عندي اللون الاحمر والاسود كان عندي الوان الطيف كلها. فقلت لا هدهنهم علشان يبقى كده اللون مريح كده لعينك. وان شاء الله هنعمل افكار حلوة كلها من البيت، وكلها طالعة ترندات، وكمان مكلفة من بره، يعني لو جبتيها من بره مكلفة، فكل ده ان شاء الله هنعمله في البيت. فالمهم هدهن دول واسيبهم ينشفوا، وكده كده من جوه عادي، عايزه تدهنيهم من جوه ماشي، مش عايزه تدهنيهم من جوه عادي، يعني كده كده هتحطي فيها ورده او اي حاجه فده هيتدارى، المهم اللون اللي بره. فالمهم هنا كنت اول مره استعمل الرولة، لاني بالسرير عملت بالفرشه، فدي علشان مسطحه يعني يعتبر حته واحده، فقلت لا هعملها بالرولة. وهنا كنت قلت كام حتة كده اعملهم بالفرشة وهرجع اعمل بالرولة تاني، يعني هرتاح للرولة اكتر في دي في العسكري هرتاح للرولة اكتر، فهعمل بالرولة. انما في السرير علشان في زي زوايا كده فلا، هتعمليه بالفرشة هتريحك اكتر. وده كان اول وش للعسكري، وبعد كده هسيبه ينشف واعمله الوش التاني. اي حاجة لازم تديها وشين، الا بس لو كان لونه ابيض فانتوا عايزة تديله زي تلميعة كده او تخلي بياضه نصع شوية، فده اللي هتديه وش واحد، انما اي حاجة تانية هتاخد وشين بعد كده. بالذات اللون الاسود،
لازم يكون اللاكيه تقيل علشان يديكي كفر حلو ليه. فالمهم هنا كنت بعمل الوش الاولاني، وشايفين المربع اللي في باب العسكري ده، هجيب الفرشة كده واعمل فيه الحتت اللي هي موصلهاش لاكيه، هعمل بالفرشة الحتت اللي موصلهاش لاكيه، فهخلصه واعمل الجناب، كل حاجة هعملها. وحتى الدرج بتاعه برضو هدهنه، بس ما دهنتش من جوه لان كده كده انا مش محتاجه ان انا ادهن من جوه. انا بس كان ليا اللي هو الشكل النهائي اللي هو من بره بس، مش محتاجه كده كده ان انا ادهن من جوه. انا بس كنت عايزه اغير الشكل من بره، لان حسيت ان اللون الاسود خلاص يعني بيضيق المكان، وبعدين بصراحه تغيير عشان الواحد ما يزهقش ويمل، فقلت تغيير. فالمهم خلاص هنا هدهن الجناب وهسيبه ينشف تماما، وبعد كده هديله الوش التاني. هنا ما كنتش لسه عملت السرير الوش التاني، فعلشان كده سايبه اللي هما جناب السرير دول سايباهم عشان اعملهم في الاخر، عشان زي ما قلت لكم كنت بحرك منهم السرير وكده علشان اللاكيه ما يلزقش في ايديا. وهنا هعمل الجنب التاني. ويا بنات اي حاجه يعني اي حاجه متضايقه منها في البيت، لا غيري شكلها، يعني مش شرط ان انت تجيبي حد، لا اعمليها بنفسك، اعمليها بايدك، مش هتلاقيها مكلفه، وهتحسي ان انت عملتي انجاز، والحاجه هتبقى غاليه عندك علشان انت تعبتي فيها، فهتحافظي عليها. وخلاص يعني ارضي باللي عندك، يعني ما تبصيش لحاجة غيرك. لا انا الحمد لله انا احسن من غيري، يعني ما بصش على اللي اعلى مني واقول لا دي فلانة معاها ومعاها 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 وانا ما عنديش. لا يعني ارضي باللي ربنا قسمهولك، وقولي الحمد لله، والله ربنا هيكرمك، والله العظيم لو حمدتي ربنا على اقل حاجة في ايدك والله ربنا هيكرمك. فاللهم لك الحمد. فالواحد يعني من حاجات بسيطة يعني بتبقى بالنسبة له فخامة، وبتبقى بالنسبة له دي احلى حاجة عندي، يعني احلى حاجة عندي بالنسبة لناس تانية كتير. فخلاص انتي ارضي باللي ربنا قسمهولك، خلاص يعني خلاص مش السرير ده مثلا لا اقول لا شكله وحش، لا مش عارفة ايه، لا طب ما انا بايدي اجدده، بايدي اعمله، وحاجة حلوة يعني. فالمهم هنا كنت هدي الوش التاني، ولقيت بصوا علشان ما شاء الله اللاكيه كان تقيل، فما شاء الله اللهم بارك، يعني مش واخد يعني اللون الاسود مش باين تحت منه، لا هنا بس كان في حاجات كده يعني بسيطة، فرحت عدت عليها بالفرشة. اللي هو ده الوش التاني، يعني انا ما دهنتش السرير كله، لا انا عملت الحتت بس اللي كانت باينه منها اسود بس، لان ما شاء الله الاولاني كان حلو، الكفر الاولاني ما شاء الله اللهم بارك كان حلو، فعشان كده ما احتجتش ان انا ادي الكفر تاني، بس كان فيه زي نقط كده، لا دي عملتها بالفرشة علشان يبقى كله ابيض. هم شجعوني كده، ولو لقيت لايكات حلوة ولقيت كومنتات احلى، ولقيت اشتراكات، ممكن افكر ادهن اوضه النوم، ممكن يعني هشوف ساعتها جوزي هيقول ايه، ممكن اعمل من وراه وافاجئه يعني. فلسه مش عارفة، لسه ما قررتش يعني. فانتوا قولوا لي ايه رأيكم، اعملها ولا لا؟ هي عندي لونها اسود اللي هو بلون العسكري، بس انا حابة اللون الابيض علشان بيفتح المكان، وعلشان بيحسسك كده براحة نفسية كده، وتحس ان الالوان متناسقة. وانا متحمسة قوي قوي يعني لفرش الأوضة دي، فان شاء الله نفرشها سوا مع بعض، وقولوا لي انتوا متحمسين زيي ولا لا. فالمهم هنا كنت عملت الرجول بتاعة السرير ده، زي ما قلت لكم ده كان الوش التاني مش الاولاني، اللي هي الحاجات اللي كانت باينه هي اللي انا كنت بعملها. في لك اسمه اللؤلؤه، ده هو غالي شويه بس ما شاء الله نضيف، وتحس ان الحاجه بتلمع، يعني تحس ان هي فيها برونز، بس ما شاء الله يعني هو تحفه والله جميل. يعني في البدايه ده اللي كنت بعمل بيه كان اسمه اللؤلؤه، بس كانوا حبه صغيرين، فعشان كده عملت بيهم الوش الاولاني. وده برضو كمان يعني مش وحش ما شاء الله حلو. فالمهم هنا هدي العسكري الوش التاني
علشان يغطي معايا كل اللون الاسود، مش عايزة اي لون اسود يبان، لا انا عايزة الحاجة كده تكون منورة كده قدامي، يعني عايزاها كلها ابيض في ابيض. يعني التغيير ده كلفني بتاع مثلا ايه، قولي ايه، مثلا 150 جنيه. كده كده كانت الفرشة عندي وكانت الرولة عندي، يعني ما اشتريتهمش. وبعد ما تخلصي بيهم عادي اغسليهم وشيليهم، يعني ما ترميهاش وتقولي لا خلاص دي كده باظت، لا، اغسليها بالتنر وشيليها، وبعدها حطيها في مية سخنة، يعني بعد التنر اعمليها بمية سخنة هتلاقيها رجعت زي ما هي، ولا هتتبهدل ولا اي حاجة خالص، ولا هينشف فيها، ولا هي ولا الفرشة. انما انتي كل شوية لو لا انت هتسيبيها فهينشف فيها، هتضطري بعد كده لما تيجي تدهني تروحي تجيبي واحدة تاني، طب وليه وانا بايدي ان انا اخليها. فالمهم ده كان الوش التاني. بص اللهم بارك ما شاء الله بقى عامل ازاي، تحفة. بس الحاجات دي يعني اعملي لها هدوم مخصصة، عشان مش كل شوية تغيري عباية تغيري جلابية، لا اعملي لها هدوم مخصصة ليها. يعني لما تروحي تدهني او تجددي او لا، يعني خلي الحاجة دي ليهم، للحاجات دي للدهان، علشان ما تتبهدليش وعلشان هدومك مش كل شوية تتبهدل. فانا بصراحة الجلابية دي مخليها للدهان بس، يعني لما اروح ادهن اروح لابساها. هنا كنت جبت الفرشة، كان في زي خط كده، رحت عاملاه بالفرشة علشان ما يبانش، عشان الحاجات السودة دي ما تبانش. وهنا كنت جايبة اللي هي الجناب بتاعة السرير ورحت دهناها. تمام. ايه ده ولا ايه اللي انا بعمله ده؟ كنت رايحة ادهن تاني. كنت دهنت الوش الاولاني ورايحة ادهن الوش التاني. ما فاتش معاكي، مش مهم تعملي الجناب، كده كده لما تحطي المرتبة وتحطي الملاية فمش هيبان. يعني انا عندي الملايات مش باستك اللي هي بتبين السرير وكده، لا انا عندي الملايات عادية، فكده كده الجناب ما كانتش هتبان. وبعد ما اخلص كل ده هسيبه ينشف، لازم تسيبيه ينشف تماما. يعني انا ساعتها كنت فاتحة البلكونة وكنت سايبة الحاجات دي تنشف. بس ما شاء الله اللهم بارك، يعني انا لسه والله ما فرشتها، بس ما شاء الله نشفت وشكلها حلو، يعني شكلها جميل قوي ما شاء الله. انا والله اقل حاجة بتفرحني يعني، وبالذات لو الحاجة عاملاها بايدي، لا يعني بحس ان انا ايه، لا خلاص يعني انا تعبت فيها فعشان كده ربنا كرمني فيها. فما شاء الله يعني اللهم بارك. الشكل انا مرضية بيه، ولسه ان شاء الله بعد الفرش. وده نهاية الفيديو.